هلو ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا اول حاجه عايزاكم تدعولي لان انا الفتره دي تعبانه قوي. تاني حاجه انا تقريبا اول مره اطلع لكم بفيديو كده بوشي، فدي حاجه بقى مش عارفه تعجبكم ولا لا. المهم ان انا كنت نزلت بوست على اليوتيوب من كام يوم وقلت ان انا هنزل فيديو ارد على كل الاسئله اللي هتكتبوها في الكومنتات، وكتبت عندي هنا كل الاسئله اللي انتوا كتبتوها وهنجاوب عليها سؤال سؤال على اساس الفيديو يبقى لامم كل الناس اللي سالتنا. ولو حد عنده اسئله تانية اكتبوها في الكومنتات وهطلع ارد عليها في فيديوهات بعد كده عشان كله يستفيد وتبقوا فاهمين كل حاجه بسهوله. اول سؤال جالنا، ايه انواع الشمع لو انا لسه ببدا اشتغل بانهي نوع شمع؟ بصوا، انا في العادي بحب اخلي الناس اللي لسه بتبدا حتى لو حد شغال بقاله سنين بحب ان هو يشتغل بشمع سهل. ما احبش ابدا ان انا اخليكم تخلطوا انواع على بعض او ان انتوا تشتغلوا بشمع محتاج تكنيك معين عشان تظبطوه. لا، هو شمع سهل جدا. يعني انا بشتغل بشمع القوالب اللي هو شمع الفنكوش. بالنسبه لي سهل جدا. ليه؟ عشان هو يعني شمع واحد مبشور كده، فسهل قوي ان انا اخد منه كميه صغيره واستخدمها على طول. غير لما كنا بنخلط الخليط بتاع النخيل على البارافين بيبقى متعب شويه في ان انتوا لازم تظبطوا النسب، والنسب بتاعتكم انتوا عارفين لو طلعت مش مظبوطه الشمعه بتاعتنا بتبوظ. فشمع الفنكوش للقوالب هو من افضل الانواع اللي انا بشتغل بيها في القالب. شمع سهل جدا، سعره مش غالي، في نفس الوقت بيديني الفينش نضيف قوي. لو هو ريحته مكتومه بدل ما تحطوا 5% عطر حطوا 10% عطر. تاني نوع اللي ممكن نشتغل بيه في الكوبايات والكريمة. الكوبايات اي نوع كوبايات، ازاز، خشب، معدن، كونكريت، اي نوع كوبايات هنشتغل بيها. ممكن نشتغل بالصويا سي 6. ليه الصويا سي 6؟ لان دايما متوفر وفي نفس الوقت هو سهل في الاستخدام جدا. عيوبه قليله، انا يا دوبك بسيح الشمع بستنى درجه الحراره وبضيف اللون والعطر وبصب ومفيش اي مشاكل بتطلع لي منه خالص. غير انواع تانية كتير زي الانواع الطبيعيه وبتتخض من العطور ان هي فيها مذيبات فبتبدا انها تفصل لي الزيت، فلازم نتعامل معاها بطريقه معينه. ممكن نبقى ننزل فيديو لطريقه التعامل مع الشمع الطبيعي 100%. فاحنا بنشتغل بشمع صويا سي 6، ما بيطلع لناش عيوب وسعره مناسب جدا وسهل في الاستخدام ونتيجته احلى بمراحل من اي نوع شمع تاني. ريحته قويه جدا ب10% عطر بس، فسهل جدا في الاستخدام. هو ده اللي برشحه بصراحه للاستخدام في الكريمه وفي الكوبايات. طب لو انا عايزه اشتغل في الفواحات اشتغل بنوع شمع ايه؟ لو انتي في مصر خليكي بشمع النخيل. شمع النخيل من اقوى انواع الشموع اللي بتطلع ريحه قويه، في نفس الوقت سعره رخيص جدا بمقارنه لانواع الشمع التانية. تاني حاجة هو شمع طبيعي 100%. الكريستالات بتاعته مش بتضايقنا خالص، بالذات في الفواحة. انا عمري ما هشوفها، هي بتبقى متعلقة جوه الدولاب. وطريقة استخدام الفواحة برضو مهم جدا ان انتوا تعرفوه وتعرفوه للناس ان هو بيتعلق في الدولاب بعيد عن الهدوم تماما. ما ينفعش ان انا اخزن الصيفي مثلا اشيله في الشنط واحط معاه الفواحة، غلط خالص، لان دي فواحة فيها زيت فممكن لو زيت فصل يبوظ لنا الهدوم، او لو طلعت زيت بسبب الجو او الحر او كده تلاقوا الهدوم لقطت الزيت ده فالهدوم تبوظ بسبب فواحه. فالفواحه دي احطها في تويلت، احطها في شنطه، احطها في درج، احطها في دولاب، كل الحاجات دي تكون بعيده عن هدوم خالص، مش لامسه اي هدوم. بشمع النخيل بتكون حلوه قوي، 10% عطر، بتكون فواحه جدا جدا جدا. طيب لو انا بره مصر اشتغل بانهي نوع شمع؟ لو انتي بره مصر ممكن تشتغلي جدا في القوالب بالصويا سي 1 او الصويا الحبيبات. في القوالب خطير. عايزه النتيجه اقوى ضيفي معاه شمع العسل الحبيبات، يبقوا الاثنين مع بعض 50% و50%، هتطلع شمعة خطيرة. طب اشتغل بايه في الكوبايات وللكريمة؟ بشتغل بالصويا سي 3 اللي هو الخام. الاسامي بتاعت بره مصر غير الاسامي بتاعت مصر يا جماعة عشان ما حدش يتلخبط. السي 3 في مصر نوع قوالب، السي 3 بره مصر هو نوع خام، فمحدش يتلخبط، الاسامي بتاعت مصر غير بره. فدول افضل انواع ممكن تشتغلوا بيهم لو انتوا بره مصر، هتتبسطوا من النتيجة جدا. طيب لو انا بره مصر وعايزه اشتغل في شمع الفواحات يكون شمع طبيعي وريحته قويه، ممكن اشتغل بشمع العسل الحبيبات لوحده او شمع الصويا الحبيبات لوحده. الاتنين هيطلعوا ريحه قويه جدا. في مصر مش بنشتغل بيهم لان هم مش متوفرين قوي، ولو متوفرين سعرهم بيبقى غالي شويه، فاحنا بنحاول نتجه للارخص وفي نفس الوقت بيدينا نتيجه قويه جدا في الريحه. زي شمع النخيل المصري بيكون حلو جدا وبيدي كريستالات لذيذه قوي، ناس كتير بتحبها، الناس بتتضايق منها، بس هو الغرض منها انها تطلع لي ريحه، مش مهم شكلها ايه على قد ما هي هتطلع لي ريحه قويه عشان نقدر نبيعها بسعر مناسب.
الكومنت اللي بعد كده كانت بنوتة جميلة كاتبالي انها بسببي انا وبنت كمان بدأت المشروع بتاعها، وهي بتشكرنا قوي وبتدعي لنا دايما ان احنا اللي خليناها تبدأ المشروع. بجد من اكتر الحاجات اللي انا بحاول اشجع الناس عليها ان هم يفيدوا بعض. وده مش بياخد من رزق حد خالص، بالعكس. يعني فكرة ان انا بعلم الناس ده فتح لي ابواب رزق تانية كتير جدا. فمحدش يبخل بمعلومة على حد، محدش هياخد رزق حد. يعني كل واحد، شوفوا احنا كتير جدا بتوع شمع في مصر دلوقتي، مشروع الشموع ترندنج جدا، وناس كتير قوي 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 فتحت شموع، وكل واحد ليه رزقه، وكل واحد شغال حسب مجهوده وحسب هو بيسعى قد ايه. ففكرة ان انا اديكي معلومة عشان انتي تفتحي مشروع بجد بيفرحني جدا ان انتي فتحتي مشروعك، ومبسوطة وربنا يوفقك ويرزقك ان شاء الله. وانتي نفسك بقى ما تبخليش بافكارك وباسرارك على الناس عشان ربنا يرزقك اكتر واكتر. السؤال اللي بعد كده، انا نفسي ابدا ومش عارف هبدا منين، واقف في نص الطريق كده مش عارف امشي ازاي. بص، احنا اول حاجه بنعملها، اول فيديو خالص انا قلت على انواع الشمع السهله في الاستخدام، هي دي اللي انت هتشتغل بيها. هتجيب فنكوش للقوالب، وهتجيب صويا سي 6 للكوبايات وللكريمه. طيب عايز تشتغل في فواحات، هات كيلو نخيل خليه عندك، هيعمل كتير جدا لان الفواحه بتبقى حاجه بسيطه قوي. طيب انا هشتغل ازاي؟ انا هعمل جزء جزء اتقنه الاول، وبعدين اخش على الجزء اللي بعده. مش عايزاك تفتح في كل الاشكال وكل انواع مره واحده وتلاقي نفسك احتست في كل الحاجات. لا، انا عايزاك مثلا تجيب قالبين 3 تتقنهم وتلاقي نفسك تمام، تروح داخل في الكوبايات، بعدين تدخل كريمه، تدخل حاجات شبه الاكل. يعني تفتح في مشاريع، في اشكال جديده، في مشاريع كامله بادئه على اساس ان هي بتاعت جيف اويز، بس التوزيعات، الحاجات اللي هي بتاعت الافراح والسبوع وكده، الحاجات الصغيره اللي بتتوزع وبس، مش عايزه تشغل حاجات تانية. طيب انا نصيحتي اخليني في شكل واحد بس وافتح مشروع على اساس حاجه واحده، ولا دخل تشكيله؟ لا، دخل طبعا تشكيله، دخل كل الاشكال، بس اتقن حاجه حاجه، ما تفتحش كل الحاجات مره واحده. ليه؟ عشان العميل اللي يخش عندك يلاقي عندك تنويع، يلاقي عندك كل الحاجات اللي هو محتاجها، ما يضطرش يروح يشتري من مكان تاني عنده كل حاجه. مش لازم تدخل في كل الحاجات مره واحده عشان ما تتشتتش. هات حاجه حاجه اتقنها كويس، وادخل لما يدخل لك فلوس هات وكبر ووسع. ومفيش حد بيبدا مره واحده في كل الحاجات، لازم تبقى واحده واحده عشان تتقنها كويس وتعملها بشكل مظبوط. الكومنت اللي بعد كده كان في بنوته بتسالنا ان هي بتستخدم شمع النخيل والبارافين مع بعض 50% و50%، تضيف في العطر على درجه حراره كام وتصب على درجه حراره كام. اي نوع شمع بتشتغلي بيه ايا كان هو ايه، مش شرط يكون بارافين على نخيل، اي نوع شمع تشتغلي بيه بنضيف العطر على درجه حراره 75 وتكون بتقل. لازم تكون بتقل، لازم تكون بتقل، ما ينفعش يكون بيعلى. يعني انا ممكن اقفشه في السبعينات وهو رايح 100، اروح شايله الترمومتر وحاطه العطر يتبخر. فانا بستنى يكون بيقل 75 ويكون بيقل. ليه 75؟ عشان في الشتاء بيبرد اسرع يعني مش تلحقي. فخليكي 75 لحد 65، في ال10 دور بنضيف العطر. اقل من 65 هسخنه شويه كمان، اكتر من 75 هستنى يقل. اوكي، بحط العطر بتاعي، بقلب كويس قوي، وبعدين بسخن القالب او الكوبايه وبصب. تمام، في نفس درجة الحرارة. بعد ما بضيف العطر بقلب دقيقتين وبسخن القالب والكوباية واصب. حاجة تانية مهمة قوي في إضافة العطر في درجة الحرارة المناسبة، ساعات بتبقى درجة الحرارة مناسبة جدا بالذات في الشتاء، بتبقى 75 زي ما احنا متفقين أو 70، وباجي أحط العطر ألاقي العطر كتل وبقى أبيض جوه الشمع. طب ليه؟ طب ما هو الشمع حرارته مظبوطة. لا، العطر نفسه اللي ساقع، يعني الزيت نفسه في الإزازة يا إما محطوط بقى في مكان بارد، يا إما كان محطوط في، لو احنا في الصيف تحت تكييف أو حاجة، فبتلاقي إن الزيت نفسه ساقع، فبينزل في الشمع بيتخض. فاحنا ساعتها هندوبه كويس، هنقلبه لغاية لما يدوب. لقيناه ما دابش هنرفعه على النار ثواني من غير ما يغلي، انا مش عايزاه يتبخر، عايزاه يدوب بس. يا اما بالهيت جان بمشي عليه وهو في الشمع لغايه لما اتاكد ان هو دايب 100%، وبعدين اصب الشمعه بتاعتي عشان اتاكد ان الزيت بتاعي دخل فيها كويس ومش هيفصل منها ومش هيرصب. السؤال اللي بعد كده، في حد قايل لي مشكلة الألوان، في نقط بيضة بتطلع في الشمع. دي مش مشكلة في الألوان خالص، دي مشكلة في نسب الشمع. لو انتي خلطة نوعين على بعض بتطلع لك النقط البيضة دي، بالذات لو هو بارافين ونخيل، والنخيل زاد شوية عن البارافين. احنا بنحط 50% و50%، لو النخيل زاد شويه عن البارافين بتطلع لي النقط البيضة دي. فاحنا في الحالة دي لو انا حاطه نخيل وبارافين على بعض، في الحالة دي خلي البارافين 60 والنخيل 40.
مش هتطلع لك نقط بيضة خالص. ولو اي نوع شمع انت استخدمتيه جايباه جاهز ولقيتي فيه النقط البيضة دي، مش بتبقى بسبب الالوان خالص، دي بتكون بسبب خلط اصلا الشمع وهو بيتصنع، مش من عندك خالص. فانت في الحالة دي لو الكمية اللي انت جايباها مش كبيرة، لو كبيرة تقدري ترجعيها لمكان وتاخدي غيرها، تمام. ما قدرتيش، خليها للالوان الفاتحة اللي مش هيبان فيها النقط، وهاتي نوع تاني للالوان الغامقة، عشان حتة الخلط دي بتعمل مشاكل. عشان كده بقول لكم شمع الفنكوش سهل جدا في الاستخدام، مش بحتاج اخلط حاجات، فالنسب بتاعتي ممكن تتلخبط مني، ممكن احط حاجه زياده تبوظ مني فتطلع معايا عيوب تانية. فالاسهل ان انتي اشتغلي بشمع الفنكوش. وانا شايفه بنوته كانت ردت عليكي في الكومنت وقالت لك سخني القالب كويس عشان ما يطلعلكيش نقط. بصي، هو تسخين القالب مهم جدا 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 فعلا، ما بيطلعش اي عيوب ولا بابلز ولا خطوط، بس النقط اللي انتي قصدك عليها انا عارفه ان هي بتطلع بسبب خلط الشمع. فخدي بالك من خلط الشمع، من النسب جربي 60 و40 بدل 50-50، او جربي شمع الفنكوش وهتدعيلي لانه اسهل بكتير. السؤال اللي جاي بقى ما كانش على البوست بتاع اليوتيوب عادي، ده كان على فيديو التسعير على اليوتيوب. كان في بنوته بتسالني انتي ليه في التسعير لما جيتي تحسبي حطينا شمع بكام قسمتي سعر الشمع على الكيلو، وفي العطر ضربتي ما قسمتيش. انا السؤال ده معرفتش ارد عليه كتابه، فقلت لازم اطلع لك في فيديو اشرح لك ليه عملنا كده. لان الشمع احنا حطينا جرامات معينه، فانا كنت عايزه اعرف سعر الجرام الواحد بكام، فخدت سعر الكيلو اللي هو فيه 1000 جرام قسمته على 1000 جرام عشان يجيب لي الجرام الواحد بكام، وضربت ساعتها الرقم اللي طلع لي ده بعد ما قسمت في عدد جرامات الشمع اللي انا استخدمتها في الشمعه دي. طيب بالنسبه للعطر، انا اوريدي عارفه جرام العطر بكام، لان انا بجيب بجرام مش بجيب بالكيلو، بجيب بالجرام. مثلا الجرام ب3 جنيه ونص، فانا عارفه سعر الجرام وعارفه حطيت كام جرام، فضربتهم في بعض على طول من غير ما اقسم في حاله لو انا جايبه كيلو على بعضه فعايزه اعرف الجرام بكام، فرحت قاسمه سعر الكيلو على الجرامات. بس كده، دي كل الاسئله اللي جات لنا والكومنتات اللي جات لنا على البوست بتاع الاسبوع ده. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكون الاسئله بتاعتكم لقيتوا عندها اجابات، لقيتوا ليها اجابات عندي. واي حد عنده سؤال او عنده مشكله بتواجهه في صناعه الشموع، او في حاجه مش عارف يبداها ازاي او يدخل فيها ازاي، ابعتوا لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليكم في فيديو في اقرب وقت ان شاء الله. مبسوطه ان انا رجعت اتكلم معاكم تاني، وباي باي.